يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. اول حاجه غادي تجي في بالك ملي تسمع هذا المثل هو المقارنه ما بين البحر والنهر، يعني كتعطي واحد الامل للنهر باللي غادي تكون فيه شي حاجه ما كايناش في البحر، واخا عارفين باللي البحر فيه جميع انواع ديال الاسماك والنباتات وكائنات اخرين اللي مازال ما تكتشفوا حتى لدابا والله اعلم. ايوا اجي نسرد لكم على الاصل ديال هذا المثل بالمختصر المفيد. هذا النهر والبحر اللي كاينين في هذا المثل ماشي المقصود بهم داكشي اللي ذكرنا في الاول، انما هما غير واحد الكتب ديال جوج ديال الاخوه. الاول كان الاسم ديالو زين الدين بن نجيم، الف واحد الكتاب سميتو البحر الرائق، والثاني الاسم ديالو سراج الدين بن نجيم، وحتى هو الف واحد الكتاب سميتو النهر الفائق. حتى لهنا راني مازال ما كملت. هاد جوج كتب كان جا معاهم حاجه وحده، هي كانوا كيشرحوا واحد الكتاب الاسم ديالو الكنز الدقائق للامام ابي بركات عبد الله النسفي، وهذا الكتاب ديال كنز الدقائق كتعتبر عمود المذهب الحنفي، مجموع فيه كل شيء. والعلماء باش يفهموا اكثر كانوا كيمشيو يقلبوا في الكتب البحر الرائق، والا ما لقاوش فيه معلومات